طول عمري بحب الأفلام الأمريكية. والدي كان السبب، رغم إن ذوقنا مختلف، لكن احنا الاتنين حبينا الراجل ده، روبن ويليامز. بس فجأة صحيت في يوم لقيته مات، انتحر. وأنا كمسلم الخبر ضايقني أكتر ما زعلني، حسسني إني متخانق مع حد بحبه. لكن لما قريت عنه وعرفت حياته وعرفت تفاصيل مرضه وازاي انه كان بيتاكل من جوه، بدأت افهم هو ليه عمل كده في نفسه. وقلت هعمل زيه في دوره في فيلم جود ويل هانتنج واسأله، يمكن من الأسئلة نوصل لحاجة. روبن ويليامز قعد معايا أول سيشن ساكت خالص، قعد ساكت خالص مبتسم، وانا برضو قعدت ساكت. صمته كان بيصرخ وصمتي كان بيحاول يسمعه. انا ما سألتوش ولا سؤال ولا هو جاوبني. من هنا لحد السيشن الجاي لازم اكون مجهز كل حاجة انا عاوز اسأله عليها، بس طبعا لو سألته عن سبب انتحاره مش هيجاوب، وهنفضل ساكتين وغالبا هخسره للأبد. قررت أسأله عن حاجة تانية خالص. قبل ما يقعد لسه حتى الحماس خدني، فسألته عن حبه واختلاطه للناس بالطريقة العجيبة دي. كمل قعدة وهو بيضحك وبيقول لي عرفت ازاي؟ قلت له ان بعد موته كل المعلومات المستخبية ظهرت، وسألته عن المرة اللي دخل فيها قهوة في سان فرانسيسكو. ضحك جامد جدا، قال لي ان كان عنده بدلة جيش مستعملة ونضارة سودا، كان لما يحب ينزل يقابل الناس كان بيلبسهم وينزل. المرة دي كان في سان فرانسيسكو ونزل قعد على القهوة، اتخنق لأنه قاعد لوحده وهو بيعشق قعدة الناس. بدأ يغني بصوت عالي، صوته كان وحش جدا لدرجة في ناس كانت بتحط ايديها على ودنها. بس كل ما حد يتضايق ويحب يقوم يتخانق معاه كان يعلي صوته زيادة ويقلد أصوات تانية كمان، فاللي بيتخانق يضحك ويهدى، وهي أغنية وهتخلص. بس الأغنية جابت واحدة تانية، وفي التانية الناس بدأت تتفاعل معاه. ما هو لو بصوت تعبان ده بيغني، طب أنا ليه لأ؟ في التالتة بقى كان عزم المطعم كله على حسابه، فالناس يعني يمكن عرفانا منها بالجميل، ويمكن حبا للغنى، ويمكن حبا لصوته، كل واحد لسبب ما أو أحيانا من غير سبب. الناس بدأت تتعرف عليه فبدأ يتضايق، رغم إنه كان مبسوط وحب يكسر القعدة دي ويخرج يكمل جولته. وهو ماشي قابل راجل كبير قاعد كده ما بيعملش حاجة، لكن الحقيقة الراجل ده لفت نظره بشدة. راح له قعد جنبه. الراجل كان حزين وساكت، فروبن نكشه كده بكلمة. الراجل رغم روحه الحزينة رد عليه بقلشة. هنا بقى روح روبن لفقت مع روح الراجل، وصمم انه مش هيمشي غير لما يعرف الراجل ده زعلان من ايه ويقضي له مصلحته. تخيل 40 دقيقة من الضحك والقلش المتواصل ما بين روبن وما بين الراجل، لدرجة روبن قال انه لازم يجيب الراجل ده يكتب له اي حاجة، اي حاجة بقى، فيلم، مسلسل، حتى ستاند اب كوميدي. الراجل دمه خفيف كان فعلا. الراجل في نهاية القعدة شكر روبن ويليامز وقال له انه كان جاي النهاردة وهو مقرر ينهي حياته، بس هو عايز يحتفظ بذكرى القعدة دي شوية. قال له مش همشي من الدنيا النهاردة، عايز احتفظ بالضحك شوية. روبن سأله
عاوز تنتحر ليه؟ الدنيا جميلة وانت كمان روحك جميلة. الراجل وشه قلب سنة كده ورد رد مقترب وقال له انه لو كان يقدر كان كمل في الدنيا، بس هو بقى حمل تقيل على اللي حواليه. وقام وساب روبن ويليامز اللي كان مبسوط جدا باليوم بس كان حزين على الراجل ده. السيشن اللي بعده روبن ويليامز كانت روحه في السما، كان جاي بالبدلة العسكرية القديمة المقيحة ونضارة شمس من العتبة وشكله متغير تماما. دخل وجاب لي دوناتس كتير وقال لي انه مبسوط جدا من المرة اللي فاتت وعنده استعداد يتكلم. ده خلاني اسأله عن هوايته بالجري وسط الشجر. عينه برقت وحب السؤال. قال لي ان دي اكتر هواية بحبها، انه يجري وسط الشجر في الهواء الطلق بدون حسابات وبدون ما يبقى عارف حتى الطريق ماشي ازاي. بيحس انه نفسه. روبن ويليامز بيجري وسط الشجر، ده اللي خلاه مثلا ما يحبش المرايات. اللي بيجري وسط الشجر هو انا روبن ويليامز، اللي في المراية ده حد تاني خالص. ما كنتش بخاف منه بس كنت خايف ابقى هو. ولان حسيته متضايق شويه فقلت اساله عن الاصوات اللي بيقلدها، وان زوجته قالت ان في 4 شخصيات في دماغه وده بيخليه يعرف يطلع اصوات عظيمه. هنا ضحك بطريقه جنونيه وبدا يقول الكلام بالاصوات اللي في دماغه بطريقه مضحكه خلتني نسيت بقيه الجلسه بقى. ما قدرتش اساله عن حاجه تانية كان نفسي اساله عليها. المره اللي بعدها جاب لي العاب كان هو اللي بيعمل لها الاداء الصوتي وقعد مرتاح ومبسوط. بس انا لاني عارف ان دي اخر جلسه كان لازم اساله الاسئله اللي في دماغي واللي اجلتها من اول جلسه. قلت له انت انتحرت ليه؟ وشه اتغير، نزل رجله اللي كانت مرفوعه عن الرجل التانية وبدا يتكلم. قال لي دماغي كانت بتقفل، كنت بنسى نفسي وبشوف واحد مش انا، كنت مرعوب، كنت زعلان جدا اني هعيش واسيب نفسي تموت قدام الناس. ما كانش قدامي طريق تاني. كان روبن ويليامز بيختفي وبيحل محله حد تاني انا معرفوش ومش عايز اعرفه. سكت لحظة، ساعتها نط في دماغي كلامه عن المرايات وحب الجري وسط الشجر. راح مكمل كنت ببقى عبء على اللي حواليا. اصل فكر فيها كده، انا لما اموت الناس هتزعل فترة قصيرة ويفتكروني بعدها بالحاجات الحلوة اللي احنا اتكلمنا فيها، لكن لما اعيش في وسطهم كده ذكرياتهم عني هتقلب وتبقى سيئة. قال لي عارف ليلة ما كنت ناوي اخلص من حياتي سهرت طول الليل العب العاب كتير مع مراتي، كنت مركز جدا زي ما اكون محوش كل التركيز بتاعي عشان اللحظات دي. افتكرت ساعتها الراجل اللي كنت قاعد بهزر معاه في سان فرانسيسكو وافتكرت رغبته في التخلص من حياته. حسيت اني بعمل الصح. عارف وانا بموت افتكرت المرة اللي عملت فيها ستاند اب كوميدي بالمجان، كانت من احلى المرات اللي قضيتها في حياتي. عارف انك حزين عليا عشان انتحرت، بس اديك عرفت المعاناة اللي انتحرت بسببها. اما روبن ويليامز ومشي كل اللي كان في دماغي ساعتها فيلمه مسز داوت فاير لما كان عامل ست مربية وهو راجل عشان يعيش مع ولاده. الضحك في الفيلم ده كان ماسك والضحك في الحقيقة برضه كان ماسك، بس الحقيقة كانت وجع.
روبن ويليامز ما ماتش عشان كان ضعيف، مات وهو بيحاول يفضل إنسان.